النهاردة هنكمل كلامنا عن كتاب التجربة الفكرية لروح أمه لكرولوس بهجت. والنهاردة هنجاوب على سؤال مهم قوي: هي المشاعر بتتناقش؟ الإجابة إنه لأ، المشاعر لا تناقش. سمعت الجملة دي من كريم إسماعيل في أحد اللقاءات لي، وكان بيتكلم إنه حط قاعدة في بيته مع مراته إن المشاعر لا تناقش، وإن ما ينفعش حد فينا يحكم على مشاعر حد بإنها مستاهلة أو لأ. وفي كتاب التجربة الفكرية لروح أمه لكرولوس بهجت اتكلم برضو في مقال عن حاجة شبه دي جدا، وهي كانت حاجة بعنوان ريجن بيتا بارادوكس، وإن هي حاجة مش مستاهلة. تعالوا نشوف هي ايه. سنة 2004 عالم نفس اسمه دان جيلبرت كتب مقالة بحثية بعنوان The Peculiar Longevity of Things Not So Bad، واللي بيشرح ان ليه ساعات كتيرة الانسان بيتصدم او بيتأثر بحاجات ممكن تبان تافهة. في المقالة دي اتكلم عن ست فضلت متضايقة عشان الحوض فيه مواعين مش مغسولة مدة أطول من اكتشافها إن جوزها بيخونها مع واحدة تانية، رغم إن الخيانة كارثية والمواعين شيء أهبل، إلا إنه قدر يشرح السبب ورا ده، واكتشف إن المواضيع الهبلة دي ممكن يكون تأثيرها أقوى بكتير قوي مما نتخيل، وتسمى التأثير ده بالريجن بيتا بارادوكس. النفس البشرية مصممة إنها تتعامل بعنف مع الصدمات الكبيرة زي أخبار الموت والخيانة والحوادث، على عكس الصدمات اللي بنتخيل إنها هبلة أو تافهة واللي فيها النفس البشرية مش بتبذل مجهود عشان تعالجها. يعني الست بتاعت المواعين لما شافت جوزها بيخونها عقلها بذل أقصى طاقة عنده عشان يحميها من الصدمة، حاول يبرر موقف جوزها، يكذب اللي هي شافته، يخليها تتعمد تنساه. كل ده بيعمل كل حاجة عشان يمنعها من الانهيار النفسي اللي ممكن هي تقع فيه. لكن في حالة المواعين العقل استقبلها انه عادي، ومفكرش ان هو يبذل مجهود عشان يمنع الأذى النفسي الواقع عليها. الغرض بقى من الريجن بيتا بيردوكس ده ان الانسان يعرف ان مفيش حاجة اسمها فلان زعلان على حاجة هبلة، عشان هو زعلان على حاجة هبلة يبقى اكيد بيستعبط او ان الموضوع ده تافه وما يستحقش الزعل. فلو سمحت شفت اي انسان زعلان على حاجة من وجهة نظرك هايفة او تافهة، اعرف انه فعلا متضايق، وما تحتقرش حزنه ولا تهيف منه. الفيديو الجاي هنتكلم عن مجموعة من آليات الدفاع النفسي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وشير وسبسكرايب.